السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامح شاهين من موقع نوليرا دوت كوم. مع الجزء الثالث من الدرس السادس. هنتعلم بس في حاجتين، الفيلوسيتي وهنتعلم في الريفرس. الفيلوسيتي ده علشان تقدر تتحكم في الفيديو، تسرع الفيديو او تبطئ الفيديو. طب احنا عرضنا قبل كده طريقة اللي هي طريقة الزجزاج، انك يعني بتضغط على كنترول تيجي من الطرف وبتسحب، وديت طريقة تانية. نعمل اول import ميريا انترو. ماشي، نشد الانترو نحطها هنا. كويس اوي. قلنا طبعا اول طريقه انك بتضغط على كنترول من الكيبورد وتقف هنا يجيب لك علامه الزجزاج، تقدر تبطئ وتقدر ايه تسرع. دي طريقه تانية، طريقه الفيلوسيتي. يعني طريقتين هما طبعا بيأدوا نفس الغرض، بس ميزه الفيلوسيتي ان انت بتحافظ على المقطع الاصلي بحجمه الاصلي. يعني انت مش بتضطر ان انت بقى تعمل زجزاج بعدين يعني تعمل زجزاج الاول وتقصر عمر. طب افرض انت عايز الجزء اللي بعده يطول، اذا انت هتحتاج انك المقطع ده نفسه تقطعه مرتين ثلاثة، واحدة تخليها بطيئة والتانية تخليها سريعة والتالتة تخليها بطيئة. الفيلوسيتي بيتيح لك ان انت تعمل كده من غير ما تقطع الفيديو. عشان نجيب الفيلوسيتي بطريقتين، الاولانية نضغط على insert وبنختار الفيلوسيتي، او التانية انك كليك يمين من هنا تختار الفيلوسيتي، ومجرد ما الفيلوسيتي بتيجي بتشوف بار اخضر. بمنتهى البساطة البار ده علشان تسرع لازم تطلع البار ده لفوق. شفت انت؟ خد بالك لما انا طلعته لفوق السهم ده رجع تاني، وما دام السهم ده رجع اذا انا بسرع، لان انا لما بسرع الفيديو عمره بيقصر، هيخلص بسرعة، وبالتالي السهم ده بيجي. شوف كل ما اسرع ممكن اسرع جامد. اهو شوف السهم وصل لحد فين، وقوم جاي طبعا ايه ساحبين كده. تعالى بقى نعرض. سريع جدا. اوكي، نعمل تراجع العكس بقى، هنزل لتحت عشان ابطئه. كده انا بطأته جدا. هشوف حتى لدرجة انه في الاخر كانت النار لسه ما طلعتش. بس تعالى نسرع سنة. اوكي، شوف بقى كده لما اجي بطيء 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 جدا. تمام. طبعا الباقي لو انت عايز تشوفه هولي كده شوية، الباقي لو انت عايز تشوفه بتسحب بيعرض. كل ده جديد، كل ده ما اتعرضش. ايوه، مجرد ما تلاقي السهم ظهر بيقولك ان هو كده خلص وهيبدأ يعيد تاني، فبقول له لا لحد انا مش عايزك تعيده لي، هو بس بيبقى ايه مقطع واحد. نعمل تراجع. اوكي، ما دام هنا فيلوسيتي وقف. المهم بقى دلوقتي لو عايزين نسرع حته ونبطئ حته، في طريقه الزجزاج قلت لك هتضطر انت تقطع المقطع وكنترول على كل واحده وتشوف انت هتسحب ايه، وهتسحب ايه لجوه هتسحب ايه لبره، يعني هتسرع ايه وتبطئ ايه. هنا العكس، هنا مثلا باجي هنا واضغط دبل كليك حط لي نقطه، هنا بضغط مثلا كمان دبل كليك نقطه، هنا دبل كليك. الاولانيه اللي انا رفعتها لفوق اذا الفيديو كده هيبقى سريع، هيحاول يسرع نفسه يسرع نفسه يسرع نفسه لحد هنا وبعدين ينزل بطيء. طيب انا لو نزلت لتحت هيبقى بطيء قوي، بعد كده يرجع لوضعه الايه الطبيعي. اذا انا بتحكم ان هو يبدا سريع يبقى بطيء بعدين يبقى سريع وهكذا. تعال نشوف. سريع بدا يبقى بطيء، بدا يبقى بطيء يعلى تاني عشان يوصل لسرعته الايه يوصل لسرعته العاديه. اذا الكي فريم طبعا بحط كي فريمز بقى زي ما انا عايز، اقدر اتحكم فيهم. الفيديو امتى يبقى سريع امتى يبقى بطيء اقدر اتحكم فيها ايه زي ما انا عايز. جميل. نلغي بقى الكلام ده كله. اقول لكم برضو حاجة تانية. الفيديو لو انت عايز تعمل ريفيرس يعني العكس يبدأ، او اللي هو التراجع يعني يرجع الفيديو، الفيديو مش لقدام لا يرجع. عندك طريقتين، الطريقة الأولانية اللي هي بتاعت الفيلوسيتي، بستغل انا فاتح الفيلوسيتي وبقولها لكم الأول طبعا. هضغط على الفيلوسيتي واسحب لتحت خالص. لما بسحب لتحت خالص كده انا شقلبت الفيديو. بص هيبدأ اصلا بالنار ويفضل ماشي، والنار هي اللي ايه بتنزل. خدت بالك؟ عمل بلاي بالمقلوب كده، انا قلبت الايه الفيديو. جميل. كده انا قلبت الايه الفيديو. دي طريقه. الطريقه التانية هلغي الفيلوسيتي. الطريقه التانية كده طبعا هو رجع خلاص لوضعه الطبيعي. جميل. الطريقه التانية اضغط كليك يمين واختار كلمه ايه ريفرس. شوف السهم ده بيقول لك ايه، بيقول لك خد بالك هو اصلا ده متشقلب، يعني هو الفيديو ده مش طبيعته كده. بيدي طبعا نفس الغرض برضو بالظبط، النار بعد كده هتنزل. اذا دي الطريقتين
لانك تعمل ريفرس او بلاي باك، ان انت تعرض الفيديو بالمقلوب. وبالنسبه للتسريع والتبطيء بفكركم تاني، عندكم طريقتين يا جماعه، طريقه الزجزاج بس ديت لو انت عايز تسرع وتبطئ في نفس الفيديو هتضطر ان انت تقطعه. اما طريقه الفيلوسيتي المقطع مش هتقطع فيه، انت مجرد ان انت تحط نقط وتتحكم في النقط زي ما انت عايز. والله طلعت النقطه لفوق يبقى انت عايز الفيديو يبقى سريع، بتنزل نقطه لتحت يبقى انت بتخلي الفيديو بطيء.